صباح الخير، عاملين ايه؟ يوم جديد ورمضان جديد. النهارده ايه؟ النهارده 18 رمضان. لسه صاحي الساعة 9 ونص دلوقتي تقريبا، لبست ونازل الشغل. النهارده الفلوج هيبقى قصير غالبا، يعني مفيش حاجات كتير تتقال. النهارده انا بصور عشان بس امرن ايدي على التصوير وعلى تغيير الكادرات. حاسس ان الحتة دي ضعيفة عندي، فبحاول امرن نفسي، بحاول ارفع الكاميرا كتير عشان هي دي الحاجة اللي هتخليني اتطور، الممارسة. فحاول ارفع الكاميرا كتير، احاول اغير الكادرات كتير، احاول ان انا اصور في الشارع ان شاء الله. وانا رايح الشغل وانا راجع. لو في حاجات اتقال هقولها. يلا بينا نتحرك ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. أنا كريم من القاهرة وكل صباح الخير. النهارده تاني يوم بصور. انا اول مره اصور يومين ورا بعض، فلوجين ورا بعض. بس فلوج امبارح ما كملش. المشاهد اللي شفتوها في الفيديو بتاع النهارده هي كانت فلوج امبارح بس ما كملتش. جيت فطرت ونمت. هنكمل النهارده وعلى قد ما اقدر اظبط الدنيا في التصوير وكده عن فلوج امبارح. هي دي الفكره، ان انا اطور نفسي كل يوم عن اليوم اللي قبل، في التصوير، في الايديت كده. الله المستعان، الله المستعان. يلا بينا. اهلا بيكم في اسلام تي في. مش عايز اكون بقى، يعني حاسس ان انا بأفور في الحركات اللي انا بعملها والقفلات والجو ده. حاسس ان انا بأفور، عايز الموضوع يبقى ابسط شويه. خلينا ببساطه احسن. خلينا نبدأ الموضوع ببساطه كده مظبوطه. بس ايه الكلام. فلوج النهارده فلوجين في بعض. يوم امبارح ويوم النهارده. بس النهارده في حدث جديد، فكان لازم ارفع الكاميرا واصور. النهارده اصور اول فيديو انبوكسنج ليا. اول مره اعمل فيديو انبوكسنج لحاجه. ما عملتش الحوار ده قبل كده. قررت ان انا اصور خلف الكواليس. قررت ان انا اصور خلف الكواليس في الفلوج واوريكم انا بعمل ايه. بحاول على قد ما اقدر ازاي باقل التكاليف، يعني ان انا امانج الدنيا او ادير الدنيا، يعني باقل التكاليف لحد ما يبقى في اي امكانيه ان انا اجيب حاجه تاني او ان انا اعلي السيت اب والجو ده. كل ده هتعيشوه معايا طبعا ان شاء الله. ممكن ده يفيد حد، ممكن ده يفيد حد، يعني ان هو ياخد فكره انا عملتها كده. ده البوكس اللي احنا هنعمله انبوكسنج النهارده. قبل ما ابدا انبوكسنج طبعا هقفل الفلوج عشان انا هصور انبوكسنج بنفس الموبايل اللي انا بصور بيه، مفيش غيره. هقفل الفلوج هوريكم بس الاول الدنيا هتمشي ازاي، وبعد كده اقفل الفلوج اعمل فيديو الانبوكسنج وبعد كده ارجع تاني للفلوج. عايز اوريكم السيت اب، الدنيا ورا ازاي، ورا الكاميرا الدنيا هتمشي ازاي. يمكن ده يفيد حد، يمكن حد ياخد فكره او حاجه من الموضوع. فيلا بينا. ده كده السيت اب اللي انا هصور فيه الانبوكسنج. دي الاضاءه اللي بتبقى ورا الكاميرا في الطبيعي، اللي بحطها ورا الموبايل حتى في الفلوجز. والجيمبل البسيط اللي هو هيبقى ماسك التليفون في الوضع الافقي. هيبقى كده تمام، ساند بدمبل وبس. فزي ما انتوا شفتوا هيبقى الموضوع مختصر في كادرين. الكادر الاولاني اللي هو ده الكادر العادي، والكادر التاني هيبقى من فوق الكادر الافقي ده اللي هيصور البوكس نفسه. بس دي كانت كل حاجه ورا الكاميرا حبيت اوريها لكم. فيلا نبدا الانبوكسنج ونرجع تاني للفلوج. يلا بينا. رجعت تاني، خلصت الانبوكسنج. لسه مخلص فيديو الانبوكسنج حالا. اختصرت الموضوع على قد ما اقدر، حاولت على قد ما اقدر ما اكونش رغاي عشان ما حدش يزهق مني، لان فعلا بزهق من الناس اللي بترغي كتير. انا عايز معلومه، انا داخل اتفرج على فيديو انبوكسنج لسماعه لحاجه عشان اخد معلومه واطلع. فالناس اللي بترغي كتير دي ما بحبهاش. فحاولت على قد ما اقدر ان انا ما ارغيش كتير. دول اللي انا عملت لهم انبوكسنج عشان برضو تبقوا عايشين معايا الحوار لو ما اتفرجتوش على فيديو الانبوكسنج. ده مشبك اسمه سيلفي رينج لايت، بيتشبك على الموبايل. مشبك كده اهو، بيتشبك على الموبايل وبيدي اضاءة، 3 مستويات اضاءة. بوظ التصوير. هيفرق معايا جدا في جودة التصوير ان شاء الله. ودي الاير برو طبعا مش الاصلية. الهاي كوبي. طيب الاتنين طلبتهم من على نون. اليوم لسه مخلصش، الساعة 1 بالليل. المفروض ان احنا بنتسحر الساعة 3 بس. فما عنديش حاجة اعملها، فهبدأ امنتج في فيديو الانبوكسنج. حاول انزله بكرة ان شاء الله.
وبكره ان شاء الله همنتج الفلوج ده. الفلوج لسه ما خلصش واليوم كمان لسه ما خلصش، هبدا امنتج واصور لكم وانا بمنتج. عملت شاي عشان امنتج بمزاج. بسم الله. لو حد عايز يبدا يمنتج او يبدا يصور على اليوتيوب وعايز يعرف انا بمنتج ازاي، انا ممكن اقول لكم انا بشتغل كده. انا اول حاجه بخش على الموبايل، بوصل الموبايل باللاب، باخد كل الفيديوهات اللي انا صورتها مره واحده كات عشان ما تعملش مساحه على الموبايل عشان ابدا اصور حاجات تانية. فباخد الفيديوهات كلها كات على اللابتوب دايركت. ولو تقدر لو عندك الامكانيه انك تجيب هارد خارجي اعمل كده، لان بعد فتره الدنيا عندك بتتملي. لما يكون عندك هارد خارجي احسن بكتير. بعمل فايل وبسمي اسم الفلوج انبوكسنج. بعد ما نقلت الفيديوهات كلها من على الموبايل لللابتوب، انا بمنتج بادوبي بريمير. باخد فيديو على البريمير، بسحب فيديو على البريمير بالترتيب، وببدا ان انا اقطع السكتات والوقفات. ببدا ان انا اقطعها. ده اول حاجه واهم حاجه، دي اكتر حاجه بتطول. موضوع القصات ده مجرد ما الموضوع ان انا بقص الفيديو خلص يعتبر المونتاج خلص، بيبقى فاضل حاجات بسيطه. بعد ما بقطع ببدا ان انا لو في حاجه تتكتب هكتبها تكست، اي تكست بحطه بكتبه كده بكتبه. وبعد كده بمسك جزء جزء، بظبط الكالر بتاعه، بظبط الكالر بتاع جزء جزء. صورت بره فبيبقى ليها تظبيط الوان لوحده، تظبيط بسيط مش اللي هو ظبط الالوان يعني تظبيط بسيط كده ان انا بظبط درجه الالوان، درجه الظل كده، حاجات بسيطه قوي. هنا بصور في المكان في الكادر دوت مثلا، فبظبط الوانه لوحده، كل جزئيه لوحدها. بس ده كل المونتاج اللي انا بعمله ببساطه. كام ترانزيشن كده نزلتهم فري من على جوجل. ببدا ان انا احطهم ما بين النقلات. المفروض ان انا ابقى عامل انترو، غالبا في الفلوج ده هعمل انترو. وكنت عايز في فيديو الانبوكسنج اللي بيترندر دلوقتي كنت عايز اعمل انترو بس نسيت. الفلوج ده ان شاء الله هبدا اعمل فيه انترو بسيط كده، هحاول يعني كبدايه. بس فيديو الانبوكسنج بيترندر، خلصته الحمد لله من تصوير ومونتاج. بيترندر دلوقتي والساعه داخله على 2، فيعتبر اليوم خلص والفلوج كمان خلص. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو في اي حاجه عايزين اتكلم فيها او اي سؤال عايزين تسالوه لي ممكن تكتبوه في الكومنتات تحت، هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.